لو انتي محتارة في اختيار ألوان الحجاب اللي ممكن تتناسب مع كل الملابس وبدون ما تخسري فلوس، فهذا الفيديو لك، تابعي للأخير. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. دايما لما بنختار الحجابات بنحتار ايش الحجاب اللي ممكن يتناسب مع اكبر قدر من الملابس اللي نحن بنشتريها. ما عليكم من الصوت. فاليوم جبت لكم الالوان اللي ممكن تتناسب مع اغلب الملابس، هذا اذا مو كلها. راح اعطيكم الالوان الاساسيه اللي لازم تكون في دولاب اي محجبه، واللي هي الوان الانقاذ. يعني إذا ما لقيتي هذا اللون عندك فعلى طول تستبدليه بألوان الإنقاذ، وراح تلبق مع أي ملابس أنت ممكن تلبسيها. اللون الأول واللي هو اللون الأبيض واللون الأوف وايت. في بنات بيناسبهم اللون الأبيض وفي بنات بيناسبهم الأوف وايت. الأوف وايت يعتبر من درجات البيج، ولكنه على أفتح من البيج، يعني احنا بنسميه كذا اللون المغبر. هو مش اللون السكري، ولكنه اللون الأبيض المغبر، فهذا بيسمونه اوف وايت. هذا اللون مهما لبستي تحته، يعني مهما لبستي من لون بيلبق عليه. اللون الابيض واللون الاوف وايت وبشكل عام الفواتح بتناسب البنات اللي بشرتهم سمراء. اما البنات اللي بشرتهم حمضية ممكن شوية يغمق في لون البشرة. اما البنات اللي بشرتهم فاتحة فما راح يبرز ملامحهم كثير، اللي هم بشرتهم بيضة ما راح يبرز ملامحهم كثير. فاللون الاوف وايت بيضيف لمسة حلوة للبشرة. طبعا في بعض بنات ما بيناسبهم هذا اللون فتروح للبديل الثاني. اللون الثاني واللي هو اللون البيج. هذا اللون البيج بيتناسب تقريبا مع كل حاجة، ايش ما حطيتي فيه بيتناسب معه. يعني سواء كنتي لابسة الوان فاقعة، سواء كنتي لابسة الوان غامقة، ايش من ما لبستي لون هذا اللون بيتناسب معه. وبرضه لازم يكون من الأساسيات اللي موجودة في دولابك. اللون الرمادي من الألوان الحيادية والألوان اللي أنا بعشقها. هذا اللون بعشقه في الحجاب، يعني عندي التوب، حتى لما بطلع على طول عيني بتروح للرمادي، لأنه هذا اللون عجيب عجيب عجيب، ويطلع البشرة كثير حلوة، حتى الشكل يغيره بصراحة. عن الرمادي بتدرجاته حلو، بس هذا اللون الرمادي الفاتح بيفتح البشرة وبيعطيها كذا رونق حلو، إشراقة حلوة. يعني إذا لبستيه على طول البشرة بتنور وبتصير مشرقة ومضوية كذا يعني. فاللون الرمادي بكافة تدرجاته. عندكم هذا اللون، عندكم الفاتح، وعندكم الغامق، اثنيناتهم حلوين، وانت شوفي اللي يناسبك. بس بالنسبة لي بفضل اللون الفاتح. او على فكرة هذا اللون تعبت علشان الاقيه في السوق، وما لقيته طبعا بالصدفة. فلو لاحظتوا علي صرت بلبسه كثير في الصور، بلبسه كثير في الفيديوهات، لأنه صراحة أي لون ألبسه بركب عليه هذا اللون اللي هو الرمادي الفاتح على طول بيفرق معي، بيبين حتى المكياج اللي أنا بكون حاطته. إذا ما كان عندك هذا اللون لازم يكون عندك في دولابك اللون الرمادي. اللون البني من أكثر الألوان الحلوة في اللبس، يعني إيش ما ركبتي عليها من الألوان هذه اللي تيجي زي مثلا الأزرق، ركبتي عليه لون بني راح يصير حلو. إيش ما ركبتي عليه راح يصير حلو. يعني في حالة حنبتي وسكرت الدنيا عندك اللون البني، وممكن انه يضيف لمسة على ملابسك. لما تيجي تختاري اللون البني في درجتين اللي هما التوب واللي هما احلى حاجة، درجة القهوة ودرجة البني. الان عندكم هذا لون بني يسمونه كوفي، تمام. اما اللون اللي لابسته هو اللون الشوكولات، فهذا اللون حلو كثير. يعني ايش ما لبست تحته على طول يعني بيلبق عليه. يعني مثلا الآن عندكم هذول على فكرة مش نفس بعض، ومع ذلك لما لبسته لبق معاه وصار لونه حلو. هذا اللون مش عارفة صراحة ايش اسم اللون بالضبط، بس هذا اللون لازم يكون، شوفي اللون وانتي بعدين روحي شوفيه عند في المحل، او شوفيه تشتريه اونلاين. هذا اللون
من الألوان اللي أنا كثير بحبها واللي الفترة الأخيرة بديت أميل لها كثير، لأنه لاحظت عليه أنه بيلبق على ملابس كثير وبيلبق على ستايلات كثير. ولولا أني بصور في اليوتيوب يعني أنه بصور علشان ما يصير الحجابات مكررة ولازم أني أغير فيها، لأنه بغير الملابس بس ما بغير الحجاب. فلما بصدرك خلاص يعني وما بلاقيش أي خيارات ثانية، فبلجأ لهذا الحجاب لأنه حلو ولونه كذا ناعم. وعلى فكرة هذا اللون من الألوان الشتوية، لأنه الألوان الشتوية تجي الألوان دافية، فهذا اللون شتوي ولكن أيضا بيلبسوا في الصيف عادي، يعني ما تفرقوا بين شتوي وصيفي. بس أنا بقول لكم كذا إنه في سياق الكلام إنه هذا اللون يعتبر من الألوان الشتوية، ولكن بيلتبس في الصيف والربيع وكل السنة عادي، وبيتناسب مع قدر كبير من الملابس. يعني هذا اللون سحري بصراحة. وطبعا ما راح ننسى سيد الألوان واللي هو الأسود. الأسود ما في داعي إني أتكلم عنه، لأن اللون هذا إيش ما بيناسبه حطيه في أي مكان بيناسب. يعني إذا قفلت عندك وما لقيتي إيش تلبسي وملابسك كانت يعني كل اللي في الدولاب عندك الألوان تبع الحجاب ولا واحد فيهم ضبط معاكي مع الملابس اللي لابستيها، فمالك إلا الأسود. الأسود اللي بيعجبني فيه إنه بيضوي البشرة. في بنات بيقولوا إنه لا، إنه بيغبر بشرتهم أو بيسمرهم، ولكن هو اللون الأسود عندي يعتبر من أحسن البدائل. في حالة ما لقيت حاجة على طول ألجأ للون الأسود، أعرف على طول إنه راح يضبط معه أي ملابس لابستها. إذا أنتي مو حابة اللون الأسود فيكي تستبدليه بلونين، يا اللون الكحلي أو اللون الرمادي الغامق. برضو الرمادي في بعض اللون الرمادي قريب للأسود، ففيك تستبدلي اللون الأسود فيهم. اللون الأساسي هو شوفوا أغلب الناس ما بتعتبره لون أساسي، بس أنا من كثر حبي له بعتبره من الألوان الأساسية عندي في الدولاب، واللي هو اللون الأزرق. ومو أي أزرق، الأزرق هذا بعتبره اللون الملكي. يعني لو حتى شفتوا لونه حاني، يعني لونه كذا بيتاكل أكل. راح أعمل لكم مقارنة، شوفوا كيف هذا لون الأزرق هذا كيف وهذا لونه كيف. فأي واحد عينكم حبته راح يكون هذا تقريبا. إذا أنتوا نفس ذوقي فهذا راح يكون أحلى من هذا. هذا اللون بيتناسب كمان مع قدر كبير من الملابس، لأن اللون الملكي عندي واللون العجيب عجيب عجيب اللي أنا بفضل كل بنت في الدنيا لازم يكون عندها في دولابها، لأنه بجد حلو كثير ولما بتلبسوه يعني بيخليكم كذا نار وشرار. والآن نجي للألوان الإضافية اللي أنا بحبها وبتلبق بس مش على قدر كبير من الملابس أو على ألوان معينة من الملابس. هذا اللون اللي طالع ترند هذه الأيام، تمام، رغم إنه شتاء بس إلا إنه هذا اللون بشوفه كثير كثير كثير، لدرجة إنه يعني ما في صفحة إلا وتلاقوا فيها لازم حد لابس هذا اللون. فهذا اللون كثير حلو، بيضوي البشرة، بيخليكي كذا مشرقة. وعلى فكرة الألوان لما بنلبسها لها تأثير كثير كبير على نفسيتنا، فهذا اللون عجيب وحلو في اللبس. اللون البطيخي بيضفي لمسة للملابس اللي هي بتكون فاتحة وأحيانا للملابس الغامقة، ولكن تعدد اختياراته مش كثير. وعلى فكرة يعني لو لاحظتوا الحجابات كلها عبارة عن درجات، بس من درجة لدرجة تفرق ومن بشرة لبشرة تفرق. ففي بنات راح يناسبهم هذا اللون وفي بنات راح يناسبهم هذا اللون، فكل واحدة واختياراتها. وصلنا لنهاية الفيديو، قولوا لي في التعليقات إيش الألوان اللي بتفضلوها وإيش الألوان اللي ممكنكم تشتروها وإيش الألوان اللي تعرفتوا أكثر عليها معايا واللي هي ممكن إنها تناسبكم. وفي الأخير بقولكم حاجة، إنه مش كل الألوان ممكن تناسبكم، ولكن الألوان الأساسية اللي جبتها في لها تدرجات، وهذه التدرجات اختاروا اللي يناسبكم انتو. يعني في ألوان ممكن إنها البشرة تفتحها وتضفي بريق عليها، وفي ألوان ممكن إنها تطفي البشرة، وفي ألوان كمان ممكن إنها تكبرك بالعمر، وفي ألوان ممكن إنها تصغرك بالعمر. فكل حاجة على حسب
تعودك انت عليها وعلى حسب مناسبتها لك. قولوا لي في التعليقات ايش هي الالوان اللي موجودة عندك ودائما بتستخدميها، وايش كمان الالوان اللي انت الان ممكن انك تشتريها. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، نشوفكم فيديو جديد. باي باي.